الحقيقة أنا من الناس اللي مش حابة أقف في المطبخ كتير ولا أعمل أكلة تبقى فيها تسبيكة كده أو حاجة تاخد مني وقت أو مجهود. فالنهاردة هنحضر سوا كنتاكي ونشوف ازاي التكنيك بتاعها عشان تطلع معاكي مستوية وطعمها خطير زي اللي بنجيبها من بره بالظبط. طب يلا نعرف التفاصيل. اول حاجه انا جبت 2 كيلو من دبابيس الفراخ وطلبت ان هي يبقى حجمها صغير كده علشان تستوي معايا. وجبت الدبابيس غسلتها كويس جدا، صفيتها كويس جدا، وعملت فيها فتحات بالشكل ده. تاني حاجه البهارات اللي انا هحطها دي، البهارات دي معلقه كبيره من كل حاجه، هحطها لكم بالظبط ومظبوطه تحت الفيديو. حطيت معلقه كبيره من كل حاجه. اللي انا بحطه ده ده عباره عن لبن رايب. انا جبت كوبايه من الحليب الدافي، حطيت عليه معلقه من الخل لغايه ما فصل معايا وبقى لبن رايب. ونزلت عليه بكوبايه من الزبادي علشان نعمل التتبيله اللي هتخلي الدبابيس معايا جوسي وطعمها كويس. قلبي كويس جدا، واهم حاجه انك تسيبي الفراخ في التتبيله دي مده ما تقلش عن ساعتين. تعالوا بقى نعمل المواد الجافه، عباره عن كوبايتين من الدقيق عليهم معلقتين من النشا، وبرده نفس البهارات اللي انا حطيتها في الاول. هنقلب كويس جدا مع بعضه. في البوله التانية دي عندي ميه متلجه او ميه بمكعبات تلج. جبت الدبابيس وحطيتها الاول في الدقيق، وهبتدي اعد 10 لفات كده بالدبوس بتاعي، وبعدين هننزله في المية بتلج ونرجع نحطه تاني ونعد 10 مرات، وننزل شوية بشوية كده الدقيق لغاية ما نحس ان هو منعكش او متفركش كده. اهم حاجة بقى هي التسوية. حلة فيها زيت غزير على نار عالية الاول، المدة كلها ربع ساعة. اول 5 دقايق نار عالية، بعدين هنوطي النار ونخليها على نار متوسطة. اخر 5 دقايق هنغطي الحلة دي بغطا محكم ونسيبها بقى تاخد لون عشان تكمل تسوية للاخر. هنا هتضمني ان الفراخ استوت معاكي جدا، وهتطلع معاكي لون ذهبي وجوسي وكمان مستوية على الاخر، وتاكليها وانتي مطمنة. جربيها بنفس الخطوات وبألف هنا وشفا مقدما. باي باي.